بعد اللي اتكلمنا فيه من بداية الشهر، ممكن حد يسألني سؤال مهم جدا، وهو هل الإنسان ممكن فعلا يتأثر بكل ده؟ الإجابة ببساطة أيوة، نعم. لكن في حاجة واحدة بس، لو الإنسان عملها ممكن المعادلة كلها تتغير. أول خطوة للحماية هي إنك تعرف إنه التأثير موجود فعلا، ودي أول مرحلة من مراحل الوعي، لأن أخطر تأثير في العالم هو التأثير اللي بيحصل وانت فاكر إنك حر تماما. وقبل ما تصدق أي فكرة لازم تسأل نفسك سؤال مهم جدا: أنا اقتنعت ليه؟ هل بسبب الدليل، ولا بسبب التكرار، ولا لأن ناس كتير قالتها؟ كتير من التأثيرات النفسية بتعتمد على السرعة، يعني خبر سريع، رد فعل سريع، رأي سريع. لكن لما الإنسان يقف لحظة ويفكر، نص التأثير بيختفي. مثال بسيط: لما تشوف خبر قبل ما تشاركه، اسأل المصدر إيه؟ هل في رأي تاني؟ أو هل الخبر كامل؟ السؤال أهم من الإجابة أحيانا. الوعي مش معناه الشك في كل حاجة، لكن هو إنك تفكر وتراجع وتسأل قبل ما تتبني الفكرة. احنا فهمنا التكرار والجماهير والانتماء والخوف واللغة والتحيزات، كل ده بيشتغل لو الإنسان مش واعي. لكن أول ما الوعي بيشتغل التأثير بيضعف. العقل الواعي مش هو اللي بيكون عارف كل حاجة، لكن العقل الواعي الحقيقي هو اللي عارف إنه ممكن يتأثر.